كلنا طبعا بنحب المكرونة وبنحب طعمها الجميل. النهاردة هنعمل مكرونة في أقل من 5 دقايق هتكون مجهزاها، من غير ولا تعب ولا مجهود ولا كركبة مواعين. حاجة كده في السريع، 5 دقايق هتكون مجهزة أحلى صينية مكرونة طعمها يجنن، سهلة وسريعة. مكوناتها بسيطة جدا، من غير ولا لحم ولا فراخ، هتدمنيها. سريعة جدا، أتحداكي في أقل من 5 دقايق هتحضريها، هتدمنيها بعد الفيديو ده. انا افكار ميرو ودي قناتي، يا رب الفكره النهارده تعجبكم. بس قبل اي كلام صلوا على حضره النبي العدنان واشتركوا في القناه. يلا بينا نسمي الرحمن ونشوف الفيديو بتاعنا وتفاصيله السهله السريعه البسيطه. اول حاجه طبعا هنسلق المكرونه. في سلق المكرونه في تركه كده هتغير لك طعم المكرونه 180 درجه، بس انها مسلوقه. انا ولادي بيحبوها جدا حتى المكرونه لو مسلوقه. انا حطيت زي العاده حبه زيت حلوين وكمان معلقه من الملح، ونزلت بكمية المكرونة اللي معايا، اي نوع مكرونة عندك. وهنا بقى هنضيف التركة اللي هتخلي الطعم ممتاز جدا حتى للمكرونة المسلوقة، هتديها طعم ومذاق كده يجنن جدا. هنا بقى التركة بتاعتي اللي بحبها جدا في سلق المكرونة، وهتغير طعمها وكمان هتغير المذاق بتاعها. انا عندي 3 فصوص توم، مش هقطعهم ولا اي حاجة، هسيبهم يتسلقوا كده مع المكرونة وكمان يستووا. هنا حبايبي هسيب المكرونه كده تتسلق، ويلا بينا نجهز الخطوات بتاعه المكرونه. مش قلت لكم سهله وسريعه؟ سريعه جدا. جبت كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين معلقتين كده من الزيت، ونص معلقه من التوم المفروم ناعم. والتوم ده انا وفرماه حطيت له كده حبه ملح صغيره، وهبدا كده اقلب التوم على طول في الزيت. بس الزيت انزله على طول مع التوم علشان ما يحمرش معايا بسرعه. نزلت كده في الجريل اللي معايا وبدات احمر على طول التوم. بصوا هنا يا حبايبي ما شاء الله سريع جدا، التوم على طول ما خدش معايا وقت. كده ما التوم يحمر معايا هنزل على طول بالفلفل الاخضر اللي معايا وقرنين من الفلفل الحامي، علشان اقول ان المكرونه دي مش هتشطه. بصوا انا ما كترتش، والفلفل محبتش اقطعه علشان ما يدينيش حموه قوي، وكمان المكرونه بتاعتي ما تكونش حراقه زياده عن اللزوم. زي ما انتم شايفين كده بشوح الفلفل مع التومه كده تشويحه بسيطه قبل ما التومه تحمر معايا. والريحة هنا كانت جميلة جدا للثوم والفلفل المتقطع. وبعد كده يا حبايبي عندي 3 حبات من الطماطم، مقطعاهم مكعبات كده، بس تكون كبيرة شوية. ولو عندك طماطم اللي هي الشير الصغيرة دي هتكون جميلة جدا في الوصفة اللي معانا. بس انا ما كانش عندي طماطم، قطعت كده الطماطم مكعبات صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، بس علشان تكون شكلها واضح. هسيب كده الطماطم بالفلفل بالثوم يتسبكوا شوية، وهبدأ كده اتبل الخضار اللي معايا اللي هو الطماطم والفلفل والثوم. حطي بس حبة شطة وحبة من الفلفل الأسود ومعلقة كده من الملح. وصفتنا سهلة النهاردة وسريعة جدا، أتحداكي هتقومي تجربيها وهتدمني المكرونة بالشكل ده. هنا بس بعد ما الطماطم بدأت تتسبك معايا، بس للأسف الطماطم اللي معايا كان لونها فاتح شوية. في الخطوة دي أنا هحط معلقة كبيرة من الصلصة، وممكن تستغني عنها لو الطماطم بتاعتك لونها غامق، وممكن كمان تحطي معلقة بابريكا لو حابة. هنزل على طول دلوقتي بمعلقة من الصلصة بس، مش هكتر، بس أنا عايزة بس الطماطم بتاعتي يكون ليها لون. ولو الطماطم بتاعتك لونها غامق خلاص مش محتاجة معلقة الصلصة دي. بصوا لو ملاحظين انا ما فرمتش ابدا ابدا قرن الفلفل الحامي، علشان المكرونه بتاعتي ما تبقاش حراقه على الاطفال، بس هي كان طعمها لذيذ جدا. شايفين الريحه كانت هنا جميله جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد ما الطماطم اتسبكت بالصلصه كويس جدا، على طول بقى هننزل بالمكرونه بتاعتنا الجميله. بس اهم حاجه نتاكد ان الطماطم اتسبكت كده مع الصلصه. بصوا مش قلت لكم الوصفة سهلة جدا؟ بس هنا لازم نعمل خطوة مهمة، هي اللي هتدينا الطعم وهي كمان اللي هتدينا المذاق الحلو للمكرونة. لازم تخلي المكرونة تغلي غلوة كده مع الصلصة والتسبيكة اللي احنا عملناها، علشان المكرونة تاخد طعم وتاخد من التوابل اللي احنا حطيناها في الطماطم والفلفل وكمان الثوم. غلوة واحدة بس. لو الصلصة عندك نشفت ممكن تحط لها نص كوباية مية تغلي غلوة وتكون جاهزة على طول على التقديم. ريحتها كانت جميلة جدا، سهلة وسريعة اقتصادية، من غير ولا لحم ولا فراخ، هتحبيها جدا. ممكن كمان المكرونة دي تتقدم جنب كبدة فراخ أو كمان جنب كفتة، هتكون جميلة جدا. شايفين الجمال؟ ريحتها كانت
ممتازة، ريحتها كانت خطيرة جدا، طعمها حلو جدا، شكلها حلو جدا في التقديم زي ما انتوا شايفين. هتجربوا المكرونة دي هتعتمدوها ومش هتبطلوها، بس اهم حاجة ما تنسوش تدعولي. الريحة هنا كانت خطيرة، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، من غير ولا وقت ولا مجهود عملنا احلى مكرونة في اسرع وقت، طعمها حلو وكمان شكلها حلو جدا في التقديم. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم والفكرة تكون عجبتكم. عملنا افكار كتير اقتصادية في الفيديوهات اللي قبل كده، يا رب تكون عجبتكم كمان. مكرونة شكلها يجنن وكمان طعمها يجنن جدا، هتجربوها وان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش تدعولي. كده اقدر اقول لكم في اخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان واشتركوا في قناتي لو مش مشتركين، واعملوا لي لايك وسيبوا لي كومنت يفرحني، عشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع معنوياتي. سلام.